السلام عليكم. دابا حاليا جميع المستويات سالاو الامتحان ديالو وكلشي خدا النتيجه ديالو. كاين اللي فرحان بالنقطه ديالو وكاين اللي ما عجباش اولا ما مقنعاش النقطه اللي جا، ولكن مع ذلك غير كيبدا الصيف كلشي كيولي يفكر غير في البحر والخروج والدور، وتا اللي ما كيديرش هادشي كامل كيبقى غير في دارو مسكي في واحد البيت وعطاها غير السوشيال ميديا والماكله والنعاس. ولكن ما حدك دخلتي لهذا الفيديو فراك باغي الجواب ديال السؤال: واش خاصني نقرا في هذا الصيف ونغتنم الفرصه ونفوت صحابي اللي كيقراو معايا، ولا نتهنى ونخلي دماغي يرتاح هاد المده حتى البدايه ديال السنه ونبدا من الاول؟ فإلا كنتي كتقلب على الجواب ديال هذا السؤال بغيت نقول لك راك في الفيديو الصحيح، واللي غادي نعطي لك فيه بالضبط اشنو خاصك دير في هذا الصيف، واش خاصك تقرا ولا لا، وباش ديرها بطريقه ذكيه بلا ما تحرم راسك من المتعه، وكيفاش خاص النهار ديالك يدوز. داكشي علاش خاصك تكمل الفيديو حتى الاخر باش تخرج فاهم، ودير معك واحد لايك وابوني، ما غاديش تضرك ولكن غادي تنفعني. نبداو. وكيف ما قلت لكم بزاف ديال الناس كيشوفوا الصيف وقت ديال الراحه وكتبغي تنسى فيه كلشي، ولكن ما عارفش ان الصيف فرصه ذهبيه اللي ما خاصهاش تضيع ما بين يديك. ما كاين فيه لا ضغط لا فروض لا تمارين ديال الاساتذه، غير انت والهدف ديالك، وهكا غتخدم مرتاح الطريقه اللي بغيتي انت واللي غادي تناسبك. وإلا كنتي ناقص في شي ماده ولا مهاره فهذه هي الفرصه الذهبيه فين غادي تتعلمها شويه بشويه حتى تولي تتقنها. وفاش كنقول لك انك ضروري خاصك تقرا في الصيف راه ما كنعنيلكش بها انك خاصك تقرا 6 السوايع ولا اكثر، بالعكس ساعه واحده كل نهار كافيه باش دير هادشي اللي قلت لك، حيت العقل ديالنا بحال شي عضله، الا شدينا شي واحد كيتريني وقطع الرياضه في مره فراه غادي يمشيو له العضلات ديالو. وهكاك نفس الشيء مع دماغنا، الا ولفتي له غير السوشيال ميديا والكسل فراه غادي يولف وغادي تولي ما قادرش تقرا في الاول ديال العام. يعني خاصك تدربو في الصيف، وراه ماشي عيب ترتاح، ولكن العيب هو تضيع الصيف ديالك كامل في التفاهه واللعب اللي ما غيفيدك في والو. ولكن دابا اخويا خلينا واقعيين، راه ماشي اي واحد خاصو يقرا في الصيف. كاينين واحد الفئات هما اللي الا ضيعوا الصيف غيندموا عليه من بعد. وغادي نبداو باول فئه وهما اللي سقطوا هذا العام. هادي راه رساله ليك، السقوط ماشي سلبي في بعض الحالات، بالعكس تقدر تعاود العام وتجيب احسن من اللي نجحوا هذا العام. راه الا ما تعلمتيش من الاخطاء ديالك تقدر تعاود طيح في نفس اللحظه. والصيف فرصه ديالك تقدر تبني فيها راسك وما تعاودش نفس الاخطاء اللي وقعتي فيهم، وتشوف راسك كتطور شويه بشويه. وخاصك تقول لراسك انا قادر ننجح، كتولي تحس بالقوه، وملي كتدخل العام كتكون عارف راسك شنو باغي وماشي الريح اللي جاي يديك. اما بالنسبه للفئه الثانيه هما الناس اللي عندهم عقليه تطور، اللي ما باغينش يكونوا عاديين، باغيين يكونوا متفوقين وزايدين درجه، وباغيين يستغلوا جميع الفرص. ماشي ضروري يكونوا هاد الفئه ساقطين ولا ناجحين، المهم تكون عندهم الرغبه في التفوق ويكون من الاوائل. وهاد النوع هما اللي كينجحوا وكيوصلوا لداكشي اللي بغاو. علاش؟ حيت هما كيخدموا في السكات فاش كيكون كلشي ناعس، وكيعطي راسو واحد الساعه ولا جوج سوايع في النهار، ولكن ديما فاش كيجي سالي الصيف كتلقاه جامع واحد 60 ساعه الا دار غير ساعه كل نهار. واش عارف شنو تقدر دير ب 60 ساعه؟ راه تقدر تسالي ماده كامله اولا تصلح لداكشي اللي انت ضعيف فيه. وملي كيبدا العام كتلقى راسك فايتهم. علاش؟ حيت استغليتي الصيف وما ضيعتيش الوقت. ولكن في نفس الوقت غادي نرجع نقول لك باللي ماشي تبقى غير مع القرايه وما تعطيش لراسك الراحه، حيت الراحه ماشي عيب، ولكن الراحه بدون انتاج تما كتكون عيب. خاصك غير تعرف تحقق التوازن، تخرج تلعب ولكن في نفس الوقت ما تهملش راسك، حيت كل نهار في الصيف كيضيع كيبعدك على النقطه اللي انت كتحلم بها. حيت الفرق ما بين اللي كينجحوا في تحقيق الاهداف واللي ما كينجحوش في تحقيقها واللي كيستغل الاوقات اللي كيكون كلشي فيها كيضحك وكيلعب، ولكن انت راك خدام في ديك الوقيته. ودابا الا وصلتي لهنا في هذا الفيديو فراك من الناس اللي كيقلبوا على التغيير وباغي تقرا، وانا كنقول لك انت قادر. خاص غير تشد ورقه وستيلو ودير خطه اللي غادي تخدم بها في هذا الصيف، وما تبداش بكثره. حاول غير تستمر في هذه المده، حيت الاستمراريه هي اللي كتبين الفرق. واخا غير ساعه في النهار، المهم غير دير شي حاجه غادي تنفعك، حيت غيجي واحد النهار غادي تقول الحمد لله ما ضيعتش هذا الصيف. فاش غتشوف شي وحدين اللي داخلين وما عارفين والو وانت غتدخل وتلقى راسك فاهم داكشي اللي تيقول الاستاذ وغتبقى تشارك في القسم معاه، وتما عاد تعرف كاين داكشي اللي قريتي.
داكشي علاش غادي نقول لك اخويا ولا اختي، حاول انك ما تضيعش هاد الصيف، وقرا على الاقل واخا غير ساعه ولا ساعتين راها كافيه، حيت ساعه راه كما قلت لك غادي تجمع 60 ساعه، وراه 60 ساعه تقدر تسالي فيها ماده كامله. خاصك غير تسول الناس اللي كبر منك واللي قراو في العام اللي انت طالع ليه دابا، وقول لهم باش كتنصحوني ندير هاد الصيف، اولا تسول الاساتذه اولا تدخل انت غير اليوتيوب، غادي يعطيوك الخطه. وحاول دير عاش ما قديتي، قرا غير ساعه في النهار راه كافيه وغادي تعاونك، وان شاء الله ما يكون على خير. كان معكم اولمو، نشوفو في الفيديو الجاي.